السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الوصفه رائعه اقتصاديه سريعه في ساع كتوجد الكوتي الفطور بحجم عائلي، بدون دقيق، ببيضه واحده فقط، اللي كيف ما قلت لكم كتجي رائعه رائعه، وحجم اللي كتجي تبارك الله كبيره، وكتجي بنينه، كتجي لذيذه. بقاو معايا ان شاء الله. غادي نعطيكم مقادير. اول مرحله كنشد واحد البول، كندير فيه بيضه كتكون بدرجه المطبخ، وكندير واحد الكاس السنيده، تنعبر انا بكاس العنبه، وغادي ندير واحد القبصه الملح هكا لتصحيح الذوق. صافي. وغادي ندير واحد جوج الاكياس ديال الفاني للتنسيم، يعني فاني كيجي زوين في بحال هكا في لي كيك، بحال هاد بحال هاد الوصفات هكا كتعطي واحد النسمه فيهم زوينه. ممكن اننا نديرو كذلك قشور الليمون ولا ما بغيناش نديرو الفاني. صافي. وكنشد هكا تنخلط مزيان، ولا بد انني بهاد الفوي ديال اليدوي. وغادي نزيد الكاس ديال نصف كاس ديال الزيت. صافي. وكنبقى نطرب هكا مزيان حتى كينسجموا ليا العناصر كامل مع بعضياتهم. صافي. وكيولي عندي داك الخليط على شكل بوماد، يعني كلشي العناصر تيندمجوا ليا مع بعضهم كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نزيد هنايا واحد ياغورت ديال الفاني، الحجم ديالو 110. كيجي رائع كيف ما قلت لكم، كيجي منسم وكيجي زوين زوين ديال بصح. صافي. كنبقى عاوتاني حتى هو نخلط مزيان، يعني ضروري الفوي ديال اليدوي انني كنخدم به جميع العناصر. صافي. كيف ما كتشوفوا كيولي على هذا الشكل هكا، راه كيجي زوين زوين واقتصادي وفي ساع كيوجد، يعني 15 دقيقه 20 دقيقه تكوني كتوجدي الاتاي ديالك او القهوه ديالك وكتوجدي حداك. وفي هذا الوقت هذا انني نكون دايره الفرن انه تيسخن هكا باش نستغل الوقت. صافي. هنا كيف ما كتشوفوا كنطرب مزيان. غادي نزيد هنايا واحد نص كاس ديال الحليب، يكون حليب عادي ماشي من الثلاجه، يعني ما يكونش بارد. صافي. وكنخلط هكايا. كنبقى ضروري هكايا كنيدي على التخلاط باش هكا العناصر كلها كتنسجم ليا مع بعضها وكتدخل في بعضها. صافي. دابا غادي نزيد هنايا واحد الكاس ديال الفينو او السميد الناعم، وغادي نزيد واحد جوج الاكياس ديال الخميره الكيماويه، يعني من فئه 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام. صافي. غادي هكا نديرهم، وغادي كذلك نخلط الخليط كيف ما كتشوفوا. كتعرفوا السميد بان او الفينو كيشرب، او السميد الناعم، يعني كنخلط هكا وانا كنشوف الخليط كيف غادي يولي ليا. هو ما تيكونش عاقد وما تيكونش مطلق بزاف، يعني خاصو يكون بين وبين. دابا غادي هاد الكاس هذا غادي نبدا نزيد بشويه بشويه تنشوف واش غادي يقدني كاس كامل ولا غير قل من كاس. صافي. هنا كيف ما كتشوفوا كنبقى كنخلط وكنشوف. كيبان لي الخليط مازال مطلوق، مازال غادي نزيد هذاك النصف الاخر. بالنسبه لي انا هنايا هزت ليا جوج الكيسان ديال الفينو، يعني نتوما على حسب عاوتاني البيض ديالكم، يعني كاين البيضه اللي كتكون كبيره صغيره، يعني كيبقى القياس كيولي هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا. صافي. كيف ما كتشوفوا كنطربوا مزيان، غير هو نحاولوا في ساعه نزربوا عليه شويه لانه دغيا كيتشبر لينا. وغادي ندير هنايا هاد الفيرميسيل او هاد الحبيبات ديال الشوكولا، هنايا تقريبا واحد جوج معالق كبار ولا جوج ونص هكايا اللي درت انا. صافي. وكنشد كنخلط غير واحد شويه هكا باش يدخلوا ليا مع العجين. صافي. وغادي نجيب واحد الطاوه ديالي اللي غادي ندير فيها. كيف ما كتشوفوا ما شاء الله كيولي على هذا القوام، راهو كيجي مفشفش، كيجي زوين 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 واقتصادي كيف ما قلت لكم. كيف ما كتشوفوا غادي نشد هاد الطاوه هذه القطر ديالها
خذوا ما بين 30 حتى 28، يعني هذا هو القياس اللي خاصكم ديروا فيه. صافي كدهنوها كديروا هاد الورق الزبده وكتدهنوها بالزبده هكا حتى في الجوانب ديالها باش ما تلصق لكم حتى شي حاجه. وتنكبوا الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا القوام ديالو. نتوما عارفين بالنسبه للقمح او السميد الناعم راهو ما حدو هو كيبقى هو تيشرب. صافي هنا كيف ما كتشوفوا قديته في الطاوه ديالي. دابا غادي ندخلو الفرن. اصلا الفرن راه مخليته شاعل على درجه 180. صافي وكنديرو عيال حتى كيطيب ليا من التحت، هذا كنشعل من الفوق كنحمرو. كيف ما كتشوفوا راه كتجي رطبه بزاف لواحد الدرجه كبيره. انا هنايا شديت هاد الدانيت ديال الشوكولا، الا كان عندك واحد كبير يكفيك، ما كانش ديري جوج صغارين وكنكبهم هنايا على هذاك على هاد الوصفه ديالي اللي كتجي على شكل كيكه هكا. كتجي كيف ما قلت لكم رائعه الديال بصح. المذاق ديالها يا سلام، الهشه ديالها، البنه ديالها كلها كتجي رائعه. صافي شديت هاد دانيت او شوكولا ودرتو هكا على الكيك ديالي. بالنسبه هنا كيبقى لكم في الديكوراسيون، يعني كتزوقوا كيف ما بغيتو. انا درت على هاد الشكل هذا. صافي وغادي نشد هذوك الحبيبات ديال الشوكولا او لي فيرميسيل هكا نوار. صافي وكنبدا ندير هكا مع الجوانب ديال الكيك ديالي. صافي كندورها كامله وغادي كذلك نعمر هذوك الحفر اللي انا درتهم بالمعلقه هكا زينتهم. صافي وغادي نشد واحد كذلك شويه الكاوكاو غنديرو بحال هكا مع الجنيبات. بالنسبه هاد المرحله يعني كتزينوا كيف ما بغيتو، كديروا هذاك الشيء اللي بغيتو، فهمتوا؟ يعني كيبقى لكم هنا اختياري ان باش تغطيو هاد لي كيك. ممكن ديروا الكونفيتير مع الكوك، ممكن ديروا بزاف الحوايج، يعني تزينوا حتى الطريقه او حتى الشكل اللي تبغيو نتوما ديروه. صافي كيف ما كتشوفوا راها كتجي زوينه، لا في المذاق ولا في المنظر. رائع وسهله واقتصاديه وفي ساعه كتوجد. يعني كنوجدوا الكوتي ديالنا وتنوجدوها معنا بالفطور. في الفطور الصباح كان اننا في ساعه كتوجد مقادير اللي غير مكلفه. هنا كيف ما كتشدوا عندي هاد الكاوكاو كونكاسي شديت هكا درتو مع كيف ما كتشوفوا. يعني هادشي كيبقى عير كيبقى لكم العين راه كتاكل قبل ما تاكل الفم. يعني كنبقاو هكا نزوقوا بالشكل اللي بغينا. راه كيف ما قلت لكم كتجي زوينه ديال بزاف وهشيشه. حاولوا ما امكن انكم ملي كتقسموا حاولوا عليها لانها خليوها تبرد وهكا بشويه لانها كتكون هشيشه ديال بصح. كيف ما كتشوفوا انا بالنسبه هنا راه درت هاد الطاوه راه كبيره ما شاء الله. يعني ما بغيتهاش تجيني غليظه في السمك، بغيتها تكون بين وبين. يعني راه كانت هكا 28 راه غتجيكم غلظ من هكا واحد شويه، ولكن راه كتجي رطبه، كتجي زوينه، كتجي رائعه محمره. ما شاء الله جربوها وردوا عليا الخبر. نتمنى ان الوصفه ديالي تعجبكم وتجربوها. اقتصاديه رائعه بنينه كلشي فيها زوين. بارطاجيو مع الحباب كثروا لي من لي كومونطيرات الزوينه. حتى لهنا غادي نقول لكم مع السلامه. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله دائما مع الوصفات السهله والاقتصاديه والرائعه واللي في المتناول الجميع.